زهقت من الدايت وعاوز تخس ومش عارف؟ تعال اقول لك ازاي كلود هيساعدك انك تخس. والله زي ما بقول لك كده. بدات اشتغل على حاجه معينه كلنا بنعاني منها، وتحديدا انا بدات ان انا احلل كل الكوتشز اللي انا اشتغلت معاهم قبل كده، وجمعت طلباتهم وايه اللي بيطلبوه، وبدات ادرسه واسجله واكتبه، وعملت بيها سكيل. تقدر تاخد السكيل دي وتنادي عليها اي وقت وتشتغل معاك اكنها برايفت كوتش بالظبط ومن غير اي فلوس. عملت برومت قوي جمعت فيه كل الحاجات وحطيتها في سكيل. السكيل دي بقى لما بتنادلها بتبدا تشتغل معاك كانها برايفت كوتش، كانه واحد صاحبك بيفهم في التمرين قاعد معاك 24 ساعه. طب ازاي؟ بيبدا يسالك مثلا اسئله بسيطه: ايه الانبادي بتاعك، الاوزان بتاعتك، المقاسات بتاعتك، ايه الاكل اللي انت بتحبه، ايه الاكل اللي انت ما بتحبوش، ايه مده التمرين اللي انت تقدر تتمرنها، هتعوز تتمرن في البيت ولا في الجيم ولا في اي مكان. انا عارف ان الكلام ده ممكن يزعل مني الكباتن، بس احنا بنحاول نساعد الناس اللي مش هتقدر تدفع فلوس. بعد ما بيسالك الكلام ده كله بيبدا يطلع لك دايت بلان لمده اسبوع، اسبوعين، 3 اسابيع، شهر، بالوقت اللي انت تطلبه، وفيها كل حاجه خاصه بيك. وفي نفس الوقت لو جالك اصابه او اي شيء تقدر تنادي على السكيل دي تاني وتقول له انا عندي اصابه معينه، انا مش هتمرن النهارده، انا مش عايز الاكل ده النهارده. وهو كل اسبوعين بيبعت لك برده نوتيفيكيشن يقدر يراجع معاك ويشوف الانبادي تاني ويحلل شخصيتك ويشوف انت وصلت فين عشان يقدر يطور التمرين بتاعك الفتره الجايه. الاي اي بيعمل حاجات كتير. لو عاوز البرومت او عاوز السكيل اللي تخليك فيتنس كوتش ابعت لي جيم في الكومنت.